الموارد بتخلص والأرض خيرها بيقل، والحل الوحيد من وجهة نظر ناس معينة القضاء على أهم مستهلك لموارد الكرة الأرضية اللي هو احنا، والسبب مشروع هرب. مشروع هرب العالم عايز يخلص على نفسه، في ناس مهمة في الكوكب عايزين يشوفوا حل علشان يحافظوا على الأرض وتوازنها. قالوا لازم نقضي على أكبر مستهلك للموارد الطبيعية اللي هو الإنسان، اللي هو أنا وحضرتك وحضرتك وكلنا كده على بعض. فاكر ثانوس في افنجرز كان عايز يعمل إيه؟ أهو ده شبه مشروع هرب، نفس الفكرة ونفس الهدف، حبة يموتوا علشان الباقي يعيش. لكن ثانوس عملها بفكرة المساواة في الظلم عدل، واللي يروح واللي يعيش يعيش، والبقاء للي حظه حلو. لكن الجماعة بتوع مشروع هرب عندهم أجندة واضحة ومحددة. الأول لما كنا بنسمع إنهم ممكن يعملوا كوارث طبيعية زي رياح، أعاصير، نزول أمطار، ما كناش بنصدق، وكنا بنقول هو معقول كمان هيتحكموا في الطبيعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وكنا استحالة نصدق الكلام ده، لكن الواقع بيقول إن ده حقيقة على الأقل بشكل نظري. إيه هو مشروع هرب؟ على رأي واحد أعرفه، مجلس إدارة العالم عايزين يقللوا سكان العالم ل1,000,000,000 شخص بس. ده حتى مسمينه زي ما كلنا عارفين بالمليار الذهبي، علشان الأرض تبقى أروق وخيرها يزيد، ويقللوا بقى التغير المناخي، الاحتباس الحراري، الانبعاث الكربوني، وكل الحاجات اللي هم السبب فيها دي. الخطة إنهم هيقضوا على كل البشرية دي عن طريق بقى أعاصير، فيضانات، زلازل. ما هو الزلزال اللي حصل في المغرب وقبله في تركيا وفي سوريا، في ناس بتقول انه مش طبيعي، ممكن وممكن لا، والله اعلم. فالخطة انهم يحققوا اهدافهم من غير ما اي حد يعرف. وانت تفتكر انه حدث طبيعي، انه زلزال وقدر الله ما شاء فعل، او انه فيضان او تسونامي، ما هو البحر غدار، او حرائق غابات، ما هو من اعمالكم. مش هو ده اللي احنا بنفكر فيه اول ما كارثة طبيعية بتحصل؟ محدش بيفكر ان دي ممكن تكون حاجة حقيقية، ممكن يكون في ناس عندها أهداف خفية. احنا في آخر سنة بس في كمية حرائق غابات وفي زلازل مدمرة ما حصلتش من 60 و100 سنة في المغرب وفي تركيا، وفي أعاصير وسيول في ليبيا جات على المحارة، وفي مدن وأحياء اختفت، ومع ذلك مفيش فيديو واحد للي حصل. أمال فين الأقمار الصناعية؟ في وسط التكنولوجيا الجبارة دي مفيش أي كاميرا ولا درون ولا ساتلايت لقط اللي حصل في ليبيا. محدش عارف الجماعة دول عايزين إيه، ولا مشروع حرب ده حقيقي ولا مش حقيقي. ربنا يسترها علينا ويكفينا شر الغفلة، والأهم ربنا يكفينا شر ولاد الحرام. تفتكروا بقى مشروع هرب ده في الآخر هيطلع حقيقة ولا خيال؟ قول لنا في الكومنتات. ولو عندك حكاية غريبة برضو احكي لنا، والحقيقة دايما ليها أصل، وأنا هقول لكم على أصل الحقيقة. ولو عايزين تشوفوا الحقيقة كاملة تابعوني على فيسبوك، تيك توك، انستجرام، يوتيوب. ولو عاوزيننا نكبر أكتر ونوصل لأكبر عدد من الناس اعملوا شير ولايك للحلقة دي. أما لو انت على اليوتيوب يبقى اشترك في القناة وفعل الجرس. كنت معاكم خالد الشربطلي.